كل لما تيجي تحط خطه تبوظ منك. تعمل جدول كل ما اجي المه يضرب مني مش عارف. تحاول تاني تالت رابع لحد ما تاكد انها فشل. انا فشلت مره 2 3 كمان لحد ما اتاكد. انا حمار وغبي. الحمد لله رب العالمين، الاثنين حمار وغبي. فكره جداول، فكره ان حد يحط مثلا هو مجدول اموره انه يذاكر بكره وبعده المحتوى الفلاني بالطريقه الفلانيه، وكل لما يجي يبدا يطبق تقلش منه ويقع على دماغه ويقول والله ما انا بعرف اعمل حاجه، انا كل ما اعمل حاجه تبوظ. حرام ده يا ناس، والله حرام ده، استغفر الله العظيم. ركزوا معايا. اول حاجه في حاجه اسمها السمارت جولز، او لما انت بتعملوا هدف يبقى سمارت. يعني ايه يبقى سمارت؟ يعني يتوفر فيه 5 شروط. اول حاجه انه حاجه تكون سبيسيفيك، يعني حاجه محدده، او الاس الاولانيه دي. يعني ما حدش يقول بقى انا جدول بكره انا عايز ابقى حلوه في الاحياء. يا رب مشيها معايا حلاوه. قول يا حبيبي انت هتخلص الفصل الفلاني مذاكرته، حل عدد اسئله من الكتاب الفلاني في الوقت الفلاني، او ده حاجه اسمها سبيسيفيك. وميجربل، يكون قابل للقياس، ان هو يتقاس، مش ان انا اذاكر شويه حلوين. مش حاجه اسمها كده، اللي هي تقول بقى انا معايا 3 ساعات تعمل بقى استرتشات، انا هدخل على الفيزياء زي ما تيجي بقى. انا صاحي النهارده كل نشاط وحيويه وسخنانه على الشغل. لا لازم تكون محدده قبل. انا بقول لازم تكون محدده قبل، مش لازم تخلص. مش لازم تخلص. لما تيجي بقى تحددي لازم يكون اتشيفبل ورياليستيك. يعني ايه؟ حاجه قابله للتحقيق بجد. يعني ما حدش مثلا يكون قدامه ساعتين 3 يقول بقى بص انا هراجع الماده دي واحل كتابين، خلاص خلصانه بقى. انت بتهزر يا ابني، هي زريبه يا حبيبي. يا عم هو طموح حلو بس مش واقعي. واحنا دايما لما بنيجي نعمل جداول بنبقى طموحين قوي فيها. يعني انت بتعملي جدول بطموحك، مش بتعملي جدول بالمتاح في اليوم. يعني الساعتين دول انت عايزه بقى تغزو العالم فيهم بقى. طموح انت يا محمد.